تخيل صديقي، بسنة 1970 طفل عمره 9 سنوات ببلد اسمه جمهورية الكونغو الديمقراطية. قاعد هذا الطفل وفجأة بدأ يحس بشي غريب. طلعت له حباية صغيرة على ايده، وبعدين صارت الحبايات أكثر. قال مع نفسه يمكن أكو حساسية أو شي بسيط، والأهل كذلك مهتمون بالموضوع. بس ويا الوقت الحبايات صارت تكثر وصارت مؤلمة، وما توقفت هناك. بدأ يحس بتعب غريب وحرارته ارتفعت. كل يوم كان يعبر على الطفل هذا كانت الأعراض تزيد، حرارة ما كانت تروح، والطاقة مالته كانت تخلص بسرعة. وبدأ يتعب حتى من أي حركة صغيرة يسويها، يعني إذا كان يلعب مثلا بسرعة يتعب وما يقدر يكمل اللعبة مالته، وكأن الجسم مالته بدأ ينهار شوي شوي. المرض المصاب بهذا الطفل عزيزي هو جدري القرود، وهاي كانت أول حالة لجدري القرود تاريخ البشرية. يمكن لو أسألكم قبل فترة ما حد ممكن يتخيل إنه ينصاب بهيج مرض، خصوصا أول بدايته كانت 1970. لكن الموضوع حاليا صار حقيقي وخطير. يعني إذا شفتوا أي أعراض عليكم من اللي ذكرتهن أبد لا تتهاونون بالموضوع، وخليكم دائما واعين لأي تغييرات بجسمكم. وإذا حسيتوا بأي شيء غريب أبد لا تترددون بزيارة الطبيب. أحد الأطباء يتكلم عن هذا المرض ويقول هذا الفيروس هو مو شيء عابر، يعني فد شيء جدي وجاي من الغابات. شلون اجى من الغابات؟ عن طريق التلامس مع القرود أو استخدام المواد اللي لامستها القرود قبلهم. هذا المرض انتقل من الغابات للمدن، والمناطق اللي صار بها تلامس بين البشر والقرود صارت بها أكثر حالات. يتكلم أحد الأطباء عن المرض ويقول جدري القرود يسبب طفح جلدي مؤلم وحرارة عالية وتعب شديد، وإذا ما تعالج بسرعة ممكن يسبب مضاعفات أخطر. بس بنفس الوقت حاليا هم يشتغلون على لقاح لهذا المرض، بما أنه الحالات بدأت تكثر بالبلدان العالمية. المصاب بهذا المرض لازم يلتزم بالحجر الصحي أولا، وثانيا ياخذ العلاج المصروف له من الطبيب، ومع الوقت تبدي الأعراض ما تقل، وإن شاء الله يروح هذا المرض. بالأخير الفيروس هذا خطير جدا ويحتاج منا كل الوعي والحرص. لازم إذا حسينا بأي أعراض لازم ما نتهاون بها أبدا. إذا عجبتكم الحلقة لا تنسون تضغطون على زر الاشتراك وتفعلون الجرس حتى توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. مع السلامة.